السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا الحصة التانية للصف الرابع الابتدائي. وزي ما احنا متعودين دايما قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نبدأ الحصة، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، لا إله إلا الله. تنبيه بس لأولياء الأمور، النهاردة الفيديو أو الحصة النهاردة يكون محتاجين صور كتير للأطفال، فاحتمال إن شاء الله إن أنا أحط صور للصور، أو يعني لو في كتاب سلاح التلميذ مثلا أو أي كتاب مشابه، نكونوا حاطينه قدام الطالب بحيث إن هو يشوف الصور اللي أنا بتكلم عليها أول بأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. سؤال بقى للطلاب الشطار اللي مركزين معانا من الحصة اللي فاتت. عايزين نعرف يعني ايه تكيف. لو انت فاكر ان احنا خدنا الحصة اللي فاتت يا عسل ان احنا خدنا مفهوم اسمه التكيف، وقلنا ان التكيف ده بيحصل للكائنات الحية، الكائنات الحية كلها، وغير انها بتحصل للكائنات الحية كلها ان في كذا عوامل بتأثر على الكائن الحي اصلا عشان يتكيف. يعني العوامل اللي بتأثر على الكائن الحي وبتهدد البقاء بتاعه هو اللي بيخليه يعمل التكيف ده عشان يتكيف مع الحاجات اللي بتهدد حياته او الحاجات اللي بتخليه ممكن يموت. تمام. زي ايه مثلا يا مستر؟ قلنا لو انت تفتكر، ماء، غذاء، مأوى، حرارة. تاني، ماء، غذاء، ماء وحرارة، ماء، غذاء، ماء وحرارة. قلنا المرة اللي فاتت عن الحرارة وخدنا الأمثلة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت زي الجمل والنخلة والثعلب الفينك، وخدنا الحيوانات اللهاثة، وخدنا النباتات الصحراوية، وخدنا ايه تاني يا مستر؟ وخدنا أول كائن خالص اللي احنا خدناه اللي هو الزواحف أو السحال اللي السحلية الصحراوية. تمام. وخدنا برضو دول الأمثلة اللي كانت في الجو المناخي الحر جدا والجاف. تمام. وخدنا بقى البطريق، كان الجو البارد الشديد جدا اللي كان عايش في القطب الجنوبي، وخدناه وعرفنا ازاي بيتكيف مع درجة الحرارة الشديدة البرودة دي. تمام. وعرفنا ازاي اقدامه بتتحمل البتاع، وقلنا ان التعريف بتاع التكيف كان خصائص او سمات تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في البيئة المحيطة او البيئة التي يعيش فيها. تمام. وخدنا بعض الاسئلة برضو. هسأل كل سؤال كده وانت توقف الفيديو وتجاوب عليه وترجع لي تاني. قلنا بيقول لك ايه بقى؟ علل. لا تتغمد أقدام البطريق بالرغم من وقوفه على الجليد طوال اليوم. ما وقفتش الفيديو، وقف الفيديو وجاوب السؤال، وبعد كده افتح الفيديو شوف الإجابة كانت ايه. يقول لك ما وقفتش الفيديو برضو، استناك توقف الفيديو. وقفت الفيديو خلاص. بيقول لك ايه؟ بسبب التفاف الأوعية الدموية حول بعضها عفوا، مما يساعد على انتقال الحرارة من الدم الدافئ إلى الدم البارد. تمام. تمام يا ولاد. تمام يا مستر. يبقى النهاردة بقى ناخد درس جديد أو حاجة جديدة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي التخفي هو نوع من أنواع التكيف. تمام. يبقى تاني، التخفي ده يعني إيه تخفي الأول يا مستر؟ عارف لما يكون الحيوان عارف لما تلعب استغماية؟ مش انت بتروح تلعب استغماية مع اصحابك وتروح في الحتة الضلمة وتقوم رايح قاعد مكوع نفسك كده في جنب في الحتة الضلمة عشان صحابك ما يشوفكش؟ تمام. طب وليه؟ طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان تختفي في الضلمة، عشان انت كده انت لا. وياها بقى لو لابس اسمر، لو انت لابس اسمر واستخبيت في الضلمة يبقى انت كده مش هتبان خالص. ليه؟ لان جسمك نفس لون البيئة المحيطة، صح؟ مش انت لابس اسمر والدنيا ضلمة حواليك فهي اسمر واسمر كده مش هتشاف. تمام يا مستر. يبقى دلوقتي انت عندك خاصية اسمها التخفي، بتعرف تستخبى. تمام. بيقولك بقى في التخفي ده انواع كتير بقى. تمام. او حيوانات كتير بتعمله. تمام. زي ايه يا مستر؟ زي الاختفاء الفرائس. عارف لما يكون في مثلا فراشة او مثلا
فراشة أو مثلا تعبان أو حشرة أو أسد أو أيا كان. الحيوانات دي بتتخفى في البيئة المحيطة حواليها ازاي يا مستر؟ بيبقى لون الحيوان نفس لون الايه، نفس لون البيئة المحيطة، زي ما انت كنت قاعد في الضلمة. يعني ايه؟ بيقول لك مثلا تتخفى الفراشة عشان طب الفراشة اصلا محتاجة انها تستخبى ليه يا مستر؟ ده سؤال يا مستر انا عايز اسأله لك من الصبح. ليه الفراشة محتاجة انها تستخبى؟ لان الفراشة لو ما استخبتش، فاكر المأوى؟ مش احنا قلنا المأوى بيحمي الحيوان من الفرائس او الحاجات اللي بتفترسه؟ تمام، نفس الكلام. لو الفراشة واضحة باينة قدام الحيوانات كلها هتتاكل بسرعة. تمام، انما هي بتستخبى عشان الحيوانات ما تشوفهاش. تمام. تمام. وايه تاني مثلا بيستخبى يا مستر؟ الافعى او الثعبان. الافعى والثعبان بيتخفى. بس بيتخفى ليه ده يا مستر؟ مش هو ده اللي بياكل الحيوانات التانية؟ اقول لك بس هو بيتخفى عشان يقدر يتسلل الى الفريسة. يتسلل الى الفريسة، يمشي بقى بالراحة كده، وهو اصلا لونه نفس لون الرمال اللي هو ماشي عليها، فمش هيتشاف في ايه، فيقوم منقض على الفريسة مرة واحدة يخضها، فيقوم يلحقها قبل ما تطير. زي ما انت كده لما بتعوز تصطاد مثلا دبور، من اللي كان بيصطاد الدبابير اللي في الغيط، بيقوم ماشي بالراحة كده ويجي من وراه ويقوم ايه، يتسلل لحد ما بيصطاد الايه، اي حاجة. تمام. تمام. طب احنا قلنا دلوقتي حاجتين يا مستر، حاجة اسمها الفريسة وحاجة اسمها المفترس. قلنا حاجة اسمها الفريسة وحاجة اسمها المفترس. الفريسة هي الحاجة اللي بتتاكل، زي مثلا الفرخة. الفرخة الفرخة انت بتاكلها، صح؟ صح يا مستر، يبقى الفرخة فريسة. تمام، انت بتاكلها، هي اللي بتتاكل. طب المفترس؟ المفترس الانسان مثلا، او مثلا لو مين اللي بياكل الفراخ؟ الكلب مثلا. تمام، او القطة او ايا كان. الكلب هيصطاد الايه، الفرخة، فاصبح ان الكلب هو المفترس والفرخة هي الايه، الفريسة. تمام. تمام. زي ايه تاني؟ عارف الدب القطبي؟ الدب ده بيصطاد السمك. تمام، يبقى الدب بيصطاد الايه، السمك. الدب هو المفترس والسمك هي الايه، الفريسة. تمام. تمام. بيقول لك ايه تاني؟ يبقى التخفي ده تعريفه ايه يا مستر؟ التخفي، نقوم عاملين عليه دايرة ونعمله كده اهو. التخفي، بيقول لك التخفي ده عبارة عن نوع، او نكتب كده اهو، نوع من انواع التكيف. ماله يا مستر؟ نوع من انواع التكيف يعمل ايه؟ يساعد بعض الحيوانات بيساعدها على ايه يا مستر؟ على الاختفاء. اهم حاجة نفهم التعريف عشان تحفظه. التعريفات لازم تتحفظ يا ولاد، التعريفات لازم ايه، تتحفظ. من الحيوانات المفترسة. تمام. وايه تاني؟ او التسلل، زي ما احنا قلنا. هنا الفراشة بتستخبى من الضفدع مثلا، الضفدع بيتسلل لحد ما يوصل لحد الفراشة ويقوم ايه، واكلها على طول. او التسلل الى الفريسة. تمام. تمام يا مستر. يبقى تاني، هو نوع من انواع التكيف، يساعد بعض الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة. يعني زي قلنا، زي الفراشة والضفدع، زي الفرخة والثعلب، زي اي حاجة بتتاكل، والفريسة بتاعتها. او التسلل الى الفريسة، الثعلب بيتسلل لحد ما يوصل للفريسة بتاعته. تمام. تمام يا مستر. بيقول لك بقى ايه، كيف تتخفى الحيوانات؟ هناخد امثلة على التخفي بتاع الحيوانات. الامثلة دي زي، هناخد الدب القطبي. الدب القطبي الدب القطبي ده بيعيش فين؟ بيعيش البيئة بتاعته
البيئة. البيئة هي ايه يا مستر؟ هي هي القطب الشمالي. تمام، يبقى هو عايش فين؟ عايش في القطب الشمالي. تمام. طب هو بيتكيف ازاي؟ التكيف بتاعه ايه؟ التكيف بتاعه هو عبارة عن ان هو بيمتلك، عنده فراء ابيض، يمتلك فراء. الفراء ده هو ابيض، ابيض. تمام، الفراء ابيض. الفراء ايه ماله ابيض؟ طب هو لو انت ناصح بقى، لو انت ناصح، الفراء الابيض ده بيساعد ايه؟ بيساعد على ايه يا مستر؟ بيساعد ان هو بيستخبى في التلج. للتخفي في الثلج او الثلوج. تمام. تمام، يبقى لو قلت لك علل اهو، علل يمتلك، يمتلك الدب القطبي فراء ابيض، هتقول لي ليتخفى في السلوك. طب والفراء ده هو برضه، الفراء ده هو بيبقى كثيف، وكثيف. كثيف ليه يا مستر؟ للتدفئة. تمام. تمام، يبقى هو عنده فراء ايه؟ فراء ابيض ليتخفى فين؟ في الثلوج. طب وكثيف، كثيف ليه؟ للتدفئة، عشان يتدفى بيه في الايه؟ في القطب الشمالي. احنا قلنا ان القطب الشمالي والقطب الجنوبي ساقعة وبرد جدا. تمام. تمام يا مستر، نقلب الصفحة. عندنا المثال اللي بعده. المثال اللي بعده ايه يا مستر؟ الدب البني. 2، الدب البني. تمام، الدب البني ده او الاسود اسمه الدب البني او الاسود. الدب البني او الاسود ده يا مستر بيعيش فين؟ مين الشاطر اللي يعرف؟ الغابة. البيئة هي ايه؟ الغابات. تمام، ايه تاني يا مستر؟ طب هو بيتكيف ازاي؟ يبقى التكيف بتاعه ايه؟ او يبقى البيئة، التكيف. التكيف بتاعه عبارة عن، التكيف بتاعه عبارة عن ان هو بيمتلك فراء داكن، يمتلك فراء داكن. داكن اللون، يعني ايه؟ يعني زي بني كده مسمر شوية. بيقول لك ليه بقى؟ ليتخفى بين الاشجار. تمام. تمام، يبقى ايه؟ يبقى عنده فراء داكن ليتخفى بين الايه؟ الاشجار. تاني، يبقى احنا قلنا دلوقتي الدب القطبي عنده فراء ابيض عشان يتخفى بين الايه؟ يتخفى بين الثلوج، وعنده الفراء بتاعه كثيف عشان يتدفى بيه. طب والدب القطبي بيعيش في الغابة ويمتلك فراء داكن، فراء داكن ليتخفى بين الاشجار اثناء الصيد. تمام. رقم 3 يقول لك اسمه ايه؟ الوشق. الوشق. الوشق ايه بقى؟ المصري. اسمه الوشق المصري. الوشق المصري او القط البري، او القط البري. تمام. تمام يا مستر. بيقول لك الوشق دوت البيئة بتاعته عبارة عن ايه؟ البيئة، البيئة دهيت عبارة عن الصحراء. يبقى هو بيعيش فين يا مستر؟ الوشق المصري ده بيعيش فين؟ في الصحراء. بيعيش فين؟ في الصحراء. بيقول لك يمتلك، التكيف بتاعه اهو، بص التكيف. التكيف بتاعه عبارة عن ايه يا مستر؟ عبارة ان هو بيمتلك فراء بني للتخفي، للتخفي فين؟ بين الرمال. الفراء بتاعه بيبقى ايه؟ بتاع ده بني او اصفر. تمام، يعني على حسب لون الايه؟ على حسب لون الرملة. تمام. تمام يا مستر. الفراء ده هو بيتخفى بيه فين؟ بين الرمال. يبقى تاني، يبقى احنا خدنا 3 حاجات. الدب القطبي، الدب القطبي اللي ده ايه؟ فراء ابيض بيتخفى بين ايه؟ السلوج، وبيتخفى بين الايه؟ السلوج. تمام. ايه تاني يا مستر؟
الوشق المصري، الوشق المصري بيبقى بيعيش في الصحراء وبيتكيف عن طريق انه بيمتلك فراء بني او اصفر ليتخفى بين الايه الرمال. تمام. والدب البني او الاسود، الدب البني او الاسود بيعمل ايه؟ البيئة بتاعته هي الغابة. التكيف يمتلك فراء داكن للتخفي بين الايه الاشجار. تمام. طب يا مستر الاسئله هتيجي فين في الجزئيه دي ازاي يا مستر؟ اقول لك الجزئيه هيقول لك ايه، كيف يتكيف الوشق المصري على البيئه الصحراويه، تقول لي يمتلك فراء بني للتخفي بين الرمال. تمام يا مستر. رقم 4 واخر حاجه بقى معانا 4. سحليه الصحراء. تمام. بيقول لك سحلية الصحراء ديت من نفس اللي اسمها، يعني ان هي بتعيش فين اهو البيئة، انها بتعيش في الصحراء. تمام. وبعدين التكيف بتاعها ايه يا مستر؟ عشان تكتب لي بقى في الامتحان ان التكيف بتاعها عبارة عن انها بتمتلك حراشف ملونة. تمتلك حراشف ملونة. الحراشف الملونة دي بقى بتعمل ايه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ بيتخفى بيها بين الصخور. تمام. عشان يتخفى بيها بين الصخور. يبقى السحلية المصرية او السحلية الصحراوية يا ربي عفوا، البيئة بتاعتها فين؟ الصحراء. بتتكيف عن طريق انها تمتلك حراشف ملونة تتخفى بيها بين الصخور. تمام يا استاذنا. او نخش على اللي بعده. الدرس الاول خلص كده. الدرس الاول ايه خلص. يبقى نراجع اللي احنا خدناه النهارده. خدنا حاجه بسيطه النهارده اللي هي ايه؟ عباره عن التكيف ايه في التكيف في التخفي. يقول لك ايه بقى؟ يا اما تكون فريسه يا اما تكون ايه مفترس. الفريسه هي الحاجات اللي بتتاكل او الحاجات الضعيفه اللي بتتاكل زي الفراخ والاسماك والكلام ده. طب والمفترسات مثل الكلاب والانسان والدب. تمام. بيقول لك التخفي بقى هو نوع من انواع التكيف يساعد كائنات بعض الحيوانات على الاختفاء بين الحيوانات المفترسة من الحيوانات المفترسة او التسلل الى الفرائس. يعني بيساعده ان هو بيهرب من ان حد يصطاده، وبيساعد اللي بيصطاد ان هو يصطاد. تمام. وهنحط لكم صور برضو ايه على التخفي. يقول لك الدب القطبي بيئته هي ايه؟ القطب الشمالي، والتكيف بتاعه يمتلك فراء ابيض ليتخفى بين السلوك اثناء الصيد. طب ورقم 2 الدب البني البيئة بتاعته فين؟ الغابة. طب والتكيف بتاعه ايه؟ التكيف بتاعه ان هو لديه ايه؟ فراء داكن يتخفى بين الاشجار. الوشق المصري او القط البري بيقول لك البيئة بتاعته الصحراوية يمتلك فراء بني او اصفر للتخفي بين الايه؟ التخفي بين الرمال. طب والسحلية الصحراوية البيئة بتاعته الصحراء. التكيف يمتلك حراشف ملونة يتخفى بيها بين الصخور. تمام يا معلم. تمام كده احنا خلصنا النهارده، والحصه الجايه هنحل على الدرس الاولاني يا باشا. تمام.